اهلا بيكو في روتين محفز جدا ومنشط جدا وبجد مليان ادرينالين. عايزه اقول لكم ان اليوم ده كان يوم اجازه، فقلت استغله في كذا حاجه. انا عاده يومي بيبدا من الفجر. طبعا بقى عايزه اقول لكم بقى ايه، في الايام العاديه بقوم اجهز اللانش بوكس للولاد عشان يروحوا المدرسه، واصحي الولاد التانيين عشان يجهزوا يروحوا الكليات بتاعتهم. وببدأ بقى ان انا ايه، اشوف الف في الشقة شوية كده وابرم شوية، واشوف لو هطلع حاجة من الفريزر علشان تطبخ قبل ما اخرج. وبعدين بقى اجهز واخرج، واشوف بقى ايه يومي عامل ازاي في الشغل. وطبعا اقضي اليوم يعني لغاية مثلا العصر في الشغل برا البيت، وبخرج من الساعة 8 اكتر حاجة. وبعدين بقى ايه برجع، طبعا هلكانة مش قادرة. اوقات اكون في اكل او يكون اكلة بسيطة، ارجع الاقي الولاد مثلا عاملينها، او ارجع انا بقى اشوف انا هعمل ايه ودنيتي ايه. ده اليوم اللي هو العادي اللي هو مش اجازة. طيب اليوم الاجازة بقى، وطبعا بقى عايزة اقولك بقى بعد ما بنتغدى وكلام من ده في اليوم العادي، ممكن اقعد على الموبايل شوية، او طبعا بعد ما اصلي واغير وكلام من ده ممكن اقعد على الموبايل شوية، ممكن انام شوية، ممكن اقوم بقى اتابع القناة واشوف لو في فيديوهات هتنزل، لو في حاجة هتتصور، لو في كده. فده يوم في الايام بقى. اليوم بقى بتاع الاجازة بحاول ان انا اعمل فيه الحاجات اللي هي الصعبة، او الحاجات اللي ما بقدرش اعملها في اليوم العادي اللي هو جري في جري في جري في جري ده. زي ايه يعني؟ مثلا انا نزلت السوق وكنت مستعجلة فجبت السمك مش متنضف مثلا. في العادي انا لما بشتري السمك من محلات جنبنا او حتى من السوق وعندي وقت بجيبه متنضف، بقول مش مستاهله بقى ان انا اقف وانضف واعمل. لكن في المره دي انا جبت كله جري 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 جري، فقلت انضف فنضفته. طبعا كان يوم قلت لكم اجازه، وعندي بقى كل حاجه متفرزه وجاهزه. عندي البصل جاهز في الفريزر، عندي التوم متفرز وجاهز، عندي الحمد لله بفضل الله البهارات، عندي طماطم، عندي بقدونس، عندي كزبرة خضرة، وكله متقطع ومتنضف وجاهز على الاستخدام. فطبعا انا بقى ايه بعمل خلطة السمك حلوة قوي. بحط توم وملح، مكترش التوم عشان ما يتعبناش، وبحط فلفل وكزبرة وكمون، وبحط بقى ايه بقدونس او كزبرة اللي موجود عندي ومتنضف وجاهز اخضر كده. واقلب بقى كل الخلطة دي على بعضها، واحشي بيها بطن السمكة بعد طبعا ما نضفتها كويس جدا 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 زي ما شفتوا على الحوض كده. بدأت بقى، وطبعا بعد ما اخلص لازم انضف الحوض تنظيفة جميلة يعني عميقة بعد السمك والرخامة وكده، واغسل بقى المقص والسكينة والحاجات اللي انا استخدمتها. هنا طبعا ايه الحشوة دي ميزتها انك تقدري تاكليها، انها ما تملحش السمك زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت بتدي ريحة حلوة للسمك المقلي. بحط بقى الدقيق، بحط عليه ملح وفلفل اسود واقلبه كده، وممكن احط شوية كركم بسيطة. وابدأ بقى ايه احط السمك كده وابدره في الدقيق واسيبه بقى شوية. وبعدين اعمل الرز الصيادية، بحط البصل اللي انا مفرزاه او بصل متقطع يعني، واسيبه بقى يغمق. وما تخافيش ان هو يغمق، تمام؟ مهما غمق مش هيعمل حاجة، هيديني لون وهيبقى حلو قوي. واحط عليه بقى بهارات من التتبيلة بتاعت الايه بتاعت السمك، يعني توم، كمون، كزبرة، ملح. وابدأ بقى ايه اعصر ليمونة، اقطع قرن فلفل، وايه واعمل احلى رز صيادية. احط شوية مية على البصل والتتبيلات بعد ما تحمر قوي كده، واسيبها تخرط اللون او تنزل اللون بتاعها. وبعدين احط عليها بقى الايه الرز. وطبعا البصل ده انا مش بصفيه لان هو ناعم قوي وبيتوه في الرز وبيستوي ما بيبانش، وهتشوفوه في نهاية الفيديو مش باين خالص في الرز، بس مدي تست
التست والطعم ده بقى هو ده تست وطعم الرز الصيادية. وبتاكليه بقى مع السمك المقلي، مع الصبيط المقلي، مع الجمبري المقلي، بتاكليه مثلا مع صينية سمك، بتاكليه يعني بيبقى لذيذ قوي قوي مع صينية السمك برضو اللي هي دمعة او تسبيكة. لكن السمك المشوي عادة بعمل جنبه اللي هو الرز الابيض. دي تكات كده ايه بسيطة. طبعا يوم اجازة وسمك، دايما بحب مع السمك يا برتقان يا استفندي يا كانتالوب. بعد السمك بتحس كده ان هو ايه بيرطب كده وبينعشك كده بعد اكلة السمك. فكان عندي بقى الكانتالوب ده، فلان احنا خلاص موسم الاستفندي والبرتقال ما عادش مستحب. وسبحان الله احنا بناكل، او انا عن نفسي بحب الفاكهة في الموسم بتاعها، احب اكلها في الموسم بتاعها، غير الموسم بتاعها ما بيجيليش نفسي ليها سبحان الله، مع انها موجودة طول الوقت. يعني الفواكه موجودة طول الوقت، صيف شتاء طول الوقت موجودة. بس الموز مثلا ما بحبش اكله الا في الشتاء، البرتقال والاستفندي ما بحبش اكلهم الا في الشتاء. الصيف احب بقى المانجا، احب البطيخ، احب الكنتالوب اللي هو الموسم بتاعه. سبحان الله، اللي زي يا جماعة كده يكتب لي في التعليقات. طبعا هنا بقى عملت شوية سلطة كده حلوين، مش سلطة لا، بقطع طماطم واقطع عليها بصل حلقات كده، واحط شوية ملح كمون بسيط، شوية خل، ليمونة وعصر ليمونة، واحطها على الايه على السفرة، ناكل منها كده شرايح كده جنب الاكل. مش بقى طبق سلطة خضرة كبير، طبق سلطة خضرة كبير مفيش مانع برضو زي الفل. ادي الرز اهو زي ما قلت لكم يفتح النفس، والسمك حطيت شوية بقدونس كده تحت وحطيته رصيته، لان العين بتاكل قبل البق يا جماعة، فلازم تقدموه لولادكم بشكل حلو. بالليل بقى وبعد ما خلصت مواعين وزفارة وبتاع وخلصت الدنيا، كان عندي الكرنبتين اللي انا جايباهم في المشتريات معاكم، فقلت بقى ايه اما اسلقهم واقطعهم واعمل حلة كده اعملها تاني يوم. تمام. بمناسبة ان انا في اجازة يبقى جهزت اكل. لو عجبك الفيديو لايك حبايب قلبي، وبحبكم جدا.